افكت صدى الصوت على تراك الصوت في برنامج ادوبي بريمير. مساء الفل، ازيكم مليونير منك ايه؟ عاملين ايه؟ كويسين؟ في فيديو النهارده هنتعرف على افكت على صدى الصوت على تراك الصوت بتاعنا على برنامج ادوبي بريمير. والتاثير بتاع صدى الصوت ده بيستعمل لما اكون بتكلم معاك مثلا او مع المشاهد يعني، وعايز الفت نظره في حته معينه او عايزه يركز معايا في الجزئيه دي عشان الجزئيه دي مهمه، فبحط التاثير ده على الصوت عشان يركز معايا اكتر. فتعالوا نشوفه على برنامج ادوبي بريمير ازاي بتتعامل الخاصيه دي. هبدا احط بقى الفيديو بتاعي على التايم لاين عشان ابدا اشتغل عليه. حط الفيديو بتاعك، يلا بينا. ده الفيديو اللي عايز اطبق عليه تاثير الديلي او تاثير صدى الصوت اللي اتكلمنا عليه. هروح على قائمه افكت واكتب ديلي DELAY وادي ديلي، همسكه حطه كده على تراك الصوت، وهروح على قائمه الافكت كنترول. انا ومعلم الجزء اللي انا حاطط عليه التاثير، هلاقي نزل لي هنا تاثير الديلي، هخليه 0.2 سكند والفيدباك 30 والميكس 30، ويبقى تاثيره بالشكل ده. تعالوا نشوفوه قبل ما نحط التأثير ده عليه وبعد ما حطيناه كده. ده الصوت قبل ما نحط عليه التأثير خالص. اسهل طريقة لضبط الاكسبوجر. تعالوا نشوفوا بقى هيفرق ايه بعد ما نحط التأثير ده عليه. اسهل طريقة لضبط الاكسبوجر. كده احنا خلصنا تأثير الديلي على تراك الصوت اللي احنا عايزين نعمله او تأثير صدى الصوت، لكن انا بحب اعمل حاجة في الفيديو نفسه عشان يبقى شكله احلى. يعني الفيديو هروح على قائمة افكت برضو، هجيب بلاك اند وايت واسحبها على الفيديو نفسه عشان يبقى الفيديو ابيض واسود ما فيهوش الوان، بحيث تلفت نظر المشاهد للجزئيه دي من حيث الصوت والصوره مع بعض. في اوفرلاي او في فيديو كده التاثير اللي هو النغبشه كده، او كان يحسسك ان الفيديو كده قديم عتيق كده من ايام الزمن القديم، في تقطيع وحاجات بيضه كده بتظهر وتختفي. هسيبه لكم على قناه التليجرام عشان لو حابين تحملوه، وتعالى اوريكم انا بعمله ازاي. هسحبه على التايم لاين كده، احطه فوق الفيديو، علمه دوس كنترول ال عشان يفصل لي الصوت عن الصوره، واشيل تراك الصوت بتاعه، واقف على الفيديو بتاعي، اكبر السكيل بتاعه شويه عشان يبقى قد الفيديو بتاعي اللي انا شغال عليه كده مناسب، واروح على البلند مود بتاعه واختار سكرين، واروح اخر الفيديو بتاعي واعمل كت واشيل باقي، فيبقى الافكت بتاعي كله كده من حيث الصوت والصوره اهو. اسهل طريقه لضبط الاكسبوجر. دي طريقتي انا، ان انا بحب اغير في تراك الصوت، احط عليه تاثير الديلي، واغير في الفيديو اخليه بلاك اند وايت، واحط الاوفرلاي دي عشان يبقى شكله احلى ويلفت نظر المشاهد اكتر. والفيديو بتاع الاوفرلاي ده هسيبه لكم على قناه التليجرام عشان لو حابين تحملوه وتطبقوا بيه. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش اللايك والشير، الاشتراك في القناة وتفعيل زرار الجرس عشان يوصل لك كل جديد. وإلى هنا عزيزي المليونير، لقد انتهت جرعة دوبامين تعلم لهذا اليوم. انتظركم في جرعة أخرى، إلى اللقاء.